المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا غاليين، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. إن شاء الله الجميع بخير وصحة وعافية وسعادة. أكيد كلكم مستمتعين وفرحانين بكأس العالم، وبتشاهدوا مباريات وبتقضوا أوقات حلوة وممتعة، بتنسوا فيها همومكم وتحاولوا تغيروا المود المقرف اللي الكل مطروح فيه بدون رضا. حتى أنا والله ما أخفيكم، كل ما أحاول أعيش حياتي وانطلق ورا الأشياء الإيجابية ما أدري بنفسي إلا قد أنا محبط وزعلان وغرقان ومش عارف كيف شعور كذا زي الزفت. الحمد لله أنا رحت الحديدة يوم واحد وقلت بشوف البحر وأنسى الهم وأغسل قلبي. رجعت وقلبي مورم من اللي بيحصل حولي، وأنا أحاول أتغاضى وأتناسى وما فيش فايدة. طبعا الدنيا في الحديدة غالية جدا والأسعار حريق، السمك هناك أغلى من صنعاء، كيف مدري. والغرفة بيوصل سعرها بالليلة الواحدة ل45,000 ريال. ليش؟ مش عارف. هذا الخدمات تكاد تكون معدومة، وأقول يلا مشي حالك، يكفينا الجلسة جنب البحر، والله إنها تسوى الدنيا. وما نقصت علينا بها الدنيا نزيد نفتح الفيس ويوفي لنا. الفيسبوك اليمني منصة توصل الإنسان لشعور اليأس والإحباط. تكون معنوياتك بالسماء من الجرعة الوطنية اللي أهل الله يسامحهم بيعبوا راسي فيها. فجأة أفتح الفيس وأحصل كلام عكس تماما للكلام اللي أبيهم يحفظهم الله بيقولوا. ولما أروح أسأل وأقول لهم الناس كلهم بيقولوا كلام غير اللي أنتوا بتعلموه لي. أنتوا بتقولوا لي اعتز ببلادك حتى لو أكلها الدود، وتقولوا لي أنت مسؤول قدامنا أنك تحط اليمن فوق راسك ولا يعلى عليها، اليمن كامل طبعا. أجي أشوف بالفيس كلام ثاني. أهلي يعلموني إنه أكون صادق بطرح المواضيع وأعبر عن رأيي بكل صراحة طالما رأيي ما يتعدى حدود غيري. أتفاجأ إنه لما أكتب رأي يجي واحد يقول لي ابتعد لك من السياسة، أنت عليك تسلينا فقط، عادك جاهل. مع إنه في فرق ما بين السياسة والوطنية، ما بين السماء والأرض. اللي فهموني هو بيتنا إن السياسة هو إنك تدعو الناس للانتماء لفصيل معين أو حزب محدد، وتفرض وجهة نظرك على الكل، وتلزم الآخرين باتباعها، وإذا اتبعوك هم تمام، وإذا خالفوك هم أعداء، وبعدين تدعو الآخرين إنهم يعدوا المخالفين لوجهة نظرك. السياسة هي إنك توجه سيل من الاتهامات للحكومات والمسؤولين المعارضين سواء عملوا خير ولا شر. السياسة هي إنك تختار الدولة التي بتستفيد منها غير بلدك طبعا وتبدأ بتمجيدها. لكن الوطنية هي حبك لبلدك ولأبناء بلدك الجميع، وكل شيء فيه مصلحة لبلدك. الوطنية هي اعتزازك ببلدك، الوطنية هي الفخر بكل ما له صلة ببلادك. واللي أشوفه بالفيس عكس الكلام هذا كله. أستغرب من اللي يقول لي عادك جاهل لا تفتح على نفسك هذه المواضيع. ما عجبتك مواضيعي؟ طيب إيش نوع المواضيع اللي تحب أطرحها لك؟ مثلا طريقة عمل الملوح، ولا المحتوى الدارج هذا اليومات اللي بيدخل المشاهدات واللايكات بالهبل، واللي هو تمسك شخصية سيئة وتعرف الناس عليها بالسخرية والاستهزاء. كثير بيقولوا لي بتخسر متابعينك، وأنا بأول المشوار كنت فعلا أطلع بالفيديوهات وأقول للناس تابعوني واضغطوا زر الجرس واعملوا اللايك علشان أستفيد. لكن الآن أستحي منكم لأن الفكر تغير. ما عاد يهمني عدد المتابعين، يهمني نوع المتابعين. بعدين بعد ما زاد المتابعين وزادت التوعية من أهلي اللي دائما يقولوا لي احترم متابعينك، قدم لهم شيء مشرف، ارفع راسنا لا تتخيبل، اجعل لك قضية يا أحمد وما فيش قضية تهمك هذه الفترة أغلى من قضية وطنك. يا أحمد الوطن أغلى، يا أحمد الوطن أهم، يا أحمد الوطن حقنا طيب، الله وصف أرضك إنها بلدة طيبة، يا أحمد يا أحمد يا أحمد. تعبت، صرت أخجل من طلبي منكم يكون تافه، تابعوني ومدري إيش. في فرق كبير بين انك تحب بلدك وتعتز فيها وبين انك تروج لفكر معين وتلزم الكل باتباعه. مرت امرأة على مجلس فقالت: من الفقيه فيكم؟ فأشاروا إلى أحدهم، فقالت له: كيف تأكل؟ فقال لها: أسمي بسم الله وأكل بيميني، وأكل مما يليني، وأصغر اللقمة وأجيد المضغة. فقالت له: وكيف تنام؟ قال: أتوضأ وأنام على جنبي الأيمن وأقرأ وردي من الأذكار. فقالت: أنت لا تعرف أن تأكل ولا تعرف أن تنام. فنظر لها مستغربا وقال لها: إذن كيف الأكل والنوم؟ فقالت له: لا يدخل بطنك حراما، وكل كيف شئت، ولا يكن في قلبك غل على أحد، ونم كيفما شئت. وما أخبرتني به هو أدب الشيء، وما أخبرتك به هو جوهر الشيء وحقيقته.